يا مساء الأنوار، مساء الرزق، مساء الأمل، مساء الأماني، مساء التفاؤل على أحلى أخوات في الدنيا. حبايب قلبي باحبكم جدًا، 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 والله باحبكم كل واحدة من هنا لغاية عندكم كده، باحبكم جدًا، جدًا، ربي يسعدكم ويفرّح قلبكم زي ما أنتم مفرّحينّي بتعليقاتكم الجميلة، يا أحلى وأجمل حاجة حصلت لأم حودة في حياتها. ربي يخليكم ليّا ويسعدكم ويبارك لي فيكم، ودايمًا كده واقفين في ضهري وواقفين سَنَد ليّا. بدعمكم، بحبكم ليّا، بكومنتاتكم، بمشاهداتكم، بكل لكلامكم الحلو ده، رب يحلّي أيامكم ويبارك لي فيكم يا رب. قولوا آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. عندِك إيه يا أم حودة؟ عندنا طبق مكرونة بالخضار. طبق إيه يا أم حودة؟ ده أنتِ عندِك حلة يا أم حودة، هتقولي طبق. أيوه كده نرجع بقى إيه للطاقة الإيجابية تاني، وسيبوكم وارموا من الطاقة السلبية دي. طبعًا إحنا شوفوا لسه باقول لكم الطاقة السلبية. والله العظيم ما أنا عارفة. بُصّوا حطيت المواعين دِربك، دَربك، دَربك في قلب الطبق الكبير، ومانيش عارفة ألِم، يعني مش عارفة أعطر في أي حاجة. إن شاء الله بحُبكم ليّا نجيب مطبخ صغير كده إن شاء الله حتى أقل من متر، أحطه هنا كده لإن الدنيا كلّها ضايعة عندي. والّا إيه أقول لكم بافكّر في حاجة تانية، بس إيه، تعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة دي. قطّعت بصلاية وطماطماية وقرن فلفل أخضر وقرن شطة، بس مش حامي أوي، يعني نُص، نُص كده عشان يدّي بس إيه، نَفَس. وحطيت شوية مَيّة سخنين، وحطينا التوابل بتاعتنا ومكعب مرق الدجاج، وقطّعت صدر فرخة وشوّحته كده بالبصلاية برضه بشوية ملح، بشوية فلفل أسود وإيه، ونروح جايين إيه عشوة كده خفّافة كده، عشان كنا إيه، يا دوبك على المغرب كده طبعًا ما باحطش المَيّة كتيرة، لإن يا دوبك هي بتروح جاية مشرّبة وطافية عليها عشان بتبقى مفلفلة كده وإيه، وتستاهل بُقُّكم. ورُحنا جايين بقى إيه، داخلين على الروتين بتاعنا، غسلنا البوتاجاز من على الجنب كده، لإن الجنب ده كان لازق في قلب المطبخ. المطبخ ده أقسم بالله أنا شِلته الحمد لله، لإن يعني مش كنت عايزة أقول لكم والله تحت الرخامة كان مكمكم. كنت كل أمّا أفتح الدولاب ألاقي تحت الرخامة في ريحة كده، والحمد لله اللي أنا شِلته. بس مش ناوية أحطه تاني، لإنه يعمل زي الرزعة قافل لي المطبخ خالص. يا خراشي، يا خراشي، إيه ده يا أم حودة؟ دي بقى اللي أنا باقول لكم عليه. كان المطبخ قافل وما كنتش شايفة خالص، حتى الإحراف ده ما كنتش شايفاه. نعمل إيه بقى، قعدنا نرُش، 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 جبنا بقى إيه، مادة اللي هو الدهون دي. بس على فكرة ما قدرتش أكمّلها، على فكرة رُحت جاية والله العظيم قعدت أكُح، كُح وشرقت وكنت واتخنقت خالص كده وما كمّلتش، على فكرة قُمت كده ما كمّلتش. وبعدين جيت لمّا أخدت نَفَسي، لإن المادة دي مش عارفة كانت فيها إيه. كانت لسه جديدة كده باجرّبها، بس كانت شديدة جدًا الريحة أوي. ما كنتش كمّلت النُص ده، يعني النُص اللي فوق رشيته ما قدرتش أكمّل، رُحت طلعت برّه خدت نَفَسي وتعبت بصراحة. قُلت آجي أكمّل برضه، لإن كانت الدهون دي صعبة جدًا، جدًا، يعني ما كانش يقدر عليها غير الشديد الأوي، مع إن البوتاجاز ده أصيل، راجل أصيل كده وراجل محترم. قعد كام، يعني قعد 25 سَنة وكنت شارياه قديم والله العظيم. تخيّلوا كنت شارياه قديم. و25 لأ 23 سَنة وكنت شارياه قديم. يالّا الحمد لله، نحمد الله ونشكر فضله على نعمته وفضله. وإن شاء الله بدعمكم بحُبكم ليّا، بوقفتكم معايا، نقدر نجيب إيه، مطبخ كده. والّا أقول لكم إحنا كنا بنفكّر في إيه، إيه رأيكم بقى نجيب أنبوبة، نجيب أنبوبة ونجيب شُعلة كده ونقعد في الصالة ونطبخ. ما أنا بُصّوا هاولّع لكم في ناس كده معيّنة كده، عايزة تشحت بقى خلّيها شحاتة، ما كُلّنا شحاتين لقمة عيشنا، كُلّنا شحاتين لقمة عيشنا. في حد ما بيشحتش لقمة عيشه؟ إيه المشكلة؟ يا سيدي شحات شحات، أنا شحاتة بس أعيّش ولادي. الشحات له نُص الدنيا. سبحان الله في أمركم عجيب جدًا، جدًا والله العظيم. يعني بنشحت إيه، يعني واقفين يعني لا إله إلا الله. نشحت، نشحت، أنا باحب الشحاتة، إيه المشكلة يعني؟ لا إله إلا الله. كلنا بنشحت لقمة عيشنا، وكلنا يعني وسبحان الله ربنا يخلّي لنا الناس اللي واقفة معانا. بُصّوا بقى الدهون يا جماعة بتتشال إزاي. بُصّوا بتتشال يعني سِبتها لمّا يعني حوالي 10 دقايق كده على ما غسلت البوتاجاز ووضّبته، لإن البوتاجاز من وشه كده منشال خالص وبايظ. من قدّام كده الوش ده متشال، يعني ما بقى قُلت بقى نغسل حتّة، حتّة فيه كده ونصلّف فيه، مع إن أنا ناوية كده والنية لله إني أجيب أنبوبة. بس مش هاقعد في الصالة بقى زي مين، زي أم جنى. هاروح فين، هاروح في البلكونة. إيه رأيكم؟ وتبقى قاعدة بقى رومانسية، يا خراشي، يا خراشي، هنولّع في ناس كده، والنعمة نولّع في ناس. اللي كانوا مشككين لا مش شقتها، لا مش لأ، أنا بقى إيه، أقعد لِك في المطبخ كده، وبيقولوا ده أي قعدة أقعد لِك في البلكونة. وقولي بقى إيه، اطلعي قولي وعيدي ولدتِ واعجني بقى، ولا تفرقي معايا، أقسم بالله ولا تفرقي معايا كلامِك ده. أحطه تحت
يلا زي ما اكون بقى ايه، عشان الناس المحترمه بتوعي، عشان الناس العسل. بصوا بقى الدهون نازله عامله ازاي. والنبي انت عسل يا بنتي يا ام حود، الله يعينك ويقويكي يا قلب اختك، والله حاسه بك اللي انت تلج تلج كده. المطبخ زي ما يكون فضي وتلج تلج كده يعني. الحمد لله الحمد لله نحمد الله. انا كنت لبست القرطه اللي تحت الطرحه دي لان كانت وداني متلجه، وانا بصراحه لما وداني تسقع بحس ان جسمي كله متلج. يخرب عقلك يا ام خدا، ودانك ايه يا بنتي؟ انت هتضحكي الناس عليكي ايه وخلوهم يضحكوا؟ ان شاء الله معان حد خد منها حاجه، اضحكوا حبايب قلبي اضحكوا. بس والله بكلمكم جد، لما احس ان وداني بتسقع بحس ان جسمي كله متلج يعني. فنعمل ايه ونسوي ايه؟ والله لسه المواعين مكركبة في قلب الطبق الكبير لغاية ما نشوف لها حاجة نلمها فيها ان شاء الله. بإذن الله نجيب لنا مطبخ صغير بإذن واحد ان شاء الله، حتى يكون انا انتوا عارفين انا عايزة اجيب ايه، نص متر يعني مطبخ، يعني او متر. في حاجة اسمها مطبخ الا ربع صحيح، يعني عشان ما حدش يضحك عليا لما اروح اقول لحد كده. لما اروح اقول لحد كده يعني في حاجة اسمها متر الا ربع، او نص متر تقريبا هياخد يعني على قد مكان. يعني هعمل ايه؟ اجيب مطبخ زي اللي انا كنت جايباه متر او مش عارفه متر وربع عامل لي المكان كده ومش عارفه ادخل ولا اطلع؟ ده انا حسيت ان انا كده قاعده في اوضه، يعني حسيت الدنيا مبحبحه حوالين مني كده. بس اي نعم مش عارفه اصب كوبايه شاي، ولا عارفه افرم طماطم كنت بعمل على الرخامه، ولا عارفه اقطع اي حاجه بقى. كل ده بقى اروح اعمل في المطبخ، ولا شويه خضار بقطعهم على في الترابيزه بره بقى. مش عارفه فعلا يعني الدنيا كركبت عليا ومش عارفه اتصرف. لازما برضو الرخامه في قلب المطبخ لازم تقطعي عليها، تصبي عليها، تفرحي، حطي الخلاط عليها. هي كانت سعفانة بصراحة، يعني كانت سعفانة بجد الرخامة. بس نعمل ايه بقى، قدر الله ما شاء فعل. والحمد لله على كده، وألف حمد وشكر، نحمد الله ونشكر فضله. وإن شاء الله هنجيب مطبخ ونجيب كل حاجة بدعمكم بوقفتكم مع أم حودة اللي بتحبكم من قلبها والله، وبتدعي لكم من قلبها ربنا يخليكم ليا ويجازيكم ألف ألف خير. يا أجمل وأحن وأطيب ناس في الدنيا بحالها ربنا بعتهم لي. والله العظيم أنا بحمد ربنا يعني الحمد لله اللي ربنا رزقني بناس عسل زيكم كده، ناس طيبين القلب، ناس بيحبوا ام حودة من غير ما يعرفوها، ناس بيدعموا ام حودة من غير ما يعني بصوا، من غير ما يشوفوها. ايه يا ام حودة؟ جمعي يا ام حودة جمعي من غير انت ما تشوفيهم. اه لا والله بشوفكم بقلبي وحياتي وكياني كله. بصوا بقى بصوا بقى بصوا في بصوا الحركة دي، بصوا بصوا الحتة دي، والدهون نازله بقى سبحان الله على الارضيه. مش عايزه اقول لكم، بس كان بقى ايه، لمعوا ازاي وبقى جميل. اي نعم بصوا الحته دي كانت مكسوره، وبقيت الزقها كده بايه، باللي هو الصمغه والامير حاجه زي كده يعني. اه غني يا ام حوده، قولي الحركه دي والايه ومش الحركه دي. يلا الحمد لله. لا والله البوتاجاز ده راجل اصيل، راجل محترم جدا، وراجل صلب نفسه بجد يعني، الراجل الصح في المكان الصح. ايه رايكم بقى في النظافه والعسل ده؟ بصوا البوتاجاز بقى عامل ازاي. اي نعم سدادين في كل حاجه، ونقدر نفك في الحديد، بس امكانيات بس والله امكانيات بس. اهو عسل يا ام حوده، تسلم ايدك يا بنتي يا ام حوده، يا عسل يا بنت والنبي انت عسل يا ام حوده، يا فارسهم يا ام حوده، عسل عسل عسل. ربي يسلم ايدك يا ام حوده، تسلمي تسلمي. ايوه كده، شوفوا الدهون النازله عامله ازاي يا جماعه، يا نهار ابيض. بس في اليوم ده تلكت 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 بجد يعني، لان كان البلاط ده بيجيب عليا رطوبه رهيبه. يلا الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله. وباذن الله باذن الله نكون حاجه احلى من كده باذن الله ان شاء الله. عشمي في ربنا كبير واملي في ربنا كبير، اللي هو ان شاء الله هيكرمني ويكرم ولادي. اهي المكان ده برضو نسيت على فكرة، كنت كلت حتة جبنة. مين اللي وصل كلت حتة جبنة؟ والله الواد جايب لي جبنة بدوقها كده لقيتها الله الله. ايه رأيكم بقى؟ اللمعان والحلاوة دي عسل عسل كده حاجة كده. مش عايزة اقول لكم فخر من الاخر، بس ايه ان شاء الله الفخر والاخر اللي جاي من الاخر ان شاء الله هيجي باذن الله. اهو والله العظيم حاجة عسل برضه، حاجة تشرف برضه. بس ان شاء الله بقى ايه، نروح جايين حاطين ستاره على البلكونه اللي بره كده في الحديد المواسير اللي احنا كنا حاطينها دي، واحط ستاره واقعد بقى ايه افنتخ كده في قلب البلكونه، واللي وصل للاخر يقول والسلام عليكم.